جريمة قتل كلها غموض وقعت في مزرعة هانتر كيفك. هذه المزرعة النائية اللي تتواجد في قلب غابة بافارية بعيدة على أي شارع رئيسي أو منطقة تنبض بالحياة. قبل ما نتعرفوا على تفاصيل هذه الجريمة الواقعية ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على القناة. مزرعة هانتر كيفك تتواجد في مكان كله هدوء، تقول الزمان توقف فيه. تسكن في هذه المزرعة عائلة جروبر المكونة من الجد أندرياس جروبر، راجل كبير في السن لكنه قوي البنية، وزوجته كاترينا مرة هادئة ومطيعة تهتم بأعمال البيت. أما بنتهم ماريا فكانت نشيطة وتتساعد في أعمال البيت، وتتحلم بحال أي بنت بحياة مختلفة عن الحياة القاسية اللي تتعيشها في المزرعة. والجدة فيوليتا كانت مرة حكيمة لكنها مزاجية وغريبة الأطوار بعض الشيء. أما الخادمة أندريا فكانت بنت شابة وجديدة في المزرعة، وكانت تحاول تكيف مع خدمتها الجديدة. عموما الحياة ديال هذه العائلة كانت متواضعة ومليئة بالعمل المتواصل. كل صباح الجد أندرياس تينوض بكري باش يقابل الماشية ويعتني بها، وكاترينا تتنظف البيت وتطبخ، وماريا كانت تمشي تجمع البيض. اما الخادمه اندريا فكانت تتساعد في كل مكان. الجيران كانوا يوصفوا هذه العائله بانها هادئه، والقليل منهم اللي كانوا يعرفوا بعض الاسرار الصغيره اللي كانت تتروج عليهم خلال الاسابيع اللي سبقت الكارثه. خلال هاد الأسابيع ولات أشياء غريبة تتوقع في المزرعة. مثلا الجيران ولاو تيشوفوا الدخان طالع من المدخنة في غير أوقاته المعتادة. الخادمة أندريا كذلك بدأت تشعر بالرعب لأنها تسمع أصوات غريبة مثل أصوات حيوانات وصوت خطوات في الطابق العلوي، رغم أن حتى شي حد ما كان فيه. أندرياس لاحظ بدوره أدوات تختفي من المستودع وأشياء أخرى تتحرك دون سبب. الجيران لاحظوا أن ماريا كذلك قلقة وتتهضر بوحدها وهي غادة باتجاه الغابة. بسبب هادشي كله الأسئلة بدأت تتكاثر، وزاد من تراكم هاد الأسئلة الغموض اللي كيحوم حول المزرعة. في واحد الصباح كان الجو بارد بزاف. ناض اندرياس كالمعتاد باش يخدم، لقى بعض الادوات باش كيشتغل مختفيه. كذلك اندريا بقات تحس بالرعب لان الاصوات اللي تتسمع باقيه مستمره واللي ما عرفاش مصدرها. وبعض الاحيان تتقول بصوت مفتوح واش كاين شي حد هنا. زيادة على أدوات تختفي وتتظهر في أماكن غير متوقعة، وأحيانا تيشوفوا ظلال تتحرك من وراء النوافذ. حتى حيوانات المزرعة بدأت تتصرف بغرابة، والكلاب بدأت تتنبح دائما في اتجاه الغابة، بحال إلا حاسة بوجود حد غريب بيناتها ولكن ما شايفاهش. في الليل العائلة تجمعت على العشاء، كلامهم كان متقطع وأجواء التوتر كانت واضحة عليهم. لكن ماريا حاولت تخفف من الرهبة والجو المخيف اللي حاسين به، وبقات تتعاود على السوق والأصدقاء ديالها. لكن الخادمة أندريا ما قدرتش تمنع نفسها من الشعور بالخطر. بعد العشاء كلشي مشى ينعس، لكن الإحساس بالخطر كان تيلازمهم طول الليل. ثم جا يوم 11 مارس 1922، اليوم اللي غيتغير فيه كل شيء. المزرعة كانت يسودها صمت رهيب ومخيف، لا صوت لا حركة لا دخان طالع من المدخنة، حتى شي حاجة ما كاينة تدل على وجود حياة. بعد أيام اكتشفوا الجيران جثث أفراد العائلة متنطرة في أماكن مختلفة من المزرعة، وبعض هذه الجثث موجودة في أماكن غريبة، ورسومات ورموز ما مفهوماش على جدران البيت، وكأن الجاني باغي يخلي لهم لغز أو رسالة غامضة. التحقيقات بدات، والشرطة فتشت المنزل والأدوات المحيطة بالجثث واستمعت للجيران، لكن كل دليل كان يوصل طريق مسدود. لا بصمات واضحة لا آثار، وكل النظريات بقت مجرد فرضيات مخيفة. والأقاويل تكاثرت، البعض قال أن الجاني كان كيعرف العائلة مزيان، والبعض الآخر قال أن الجريمة وقعت من طرف غريب اللي عمل جريمته دخل الغابة واختفى بدون آثار. وناس آخرين قالوا أنها دوافع خفية لا يمكن فهمها كانت وراء هذه الجريمة. الأحداث الغريبة اللي وقعت في المزرعة قبل حدوث الجريمة، من أصوات غير مفهومة في الليل وخطوات غريبة وأدوات تختفي وتتظهر في أماكن أخرى، كلها أصبحت علامات تحذيرية في نظر المحققين. ومن هنا أصبحت مزرعة هانتر كيفك رمز للرعب والغموض في ألمانيا، وجريمة تدرس في كتب التحقيقات الجنائية وتحكى في قصص الرعب الشعبية، وموضوع لكل من يحب الغموض الواقعي. المزرعة تم هدمها، لكن الأصوات الغريبة والظلال والأشياء اللي تحركت من مكانها بدون سبب قبل الكارثة بقات حية في الذاكرة الشعبية، باش تذكرنا ببعض الجرائم اللي تتحصل وتترك وراءها أسئلة بدون أجوبة، وتترك العديد من علامات الاستفهام، والأكثر من ذلك تترك خوف بداخلنا من ذاك الغموض الغير مفهوم. قصتنا انتهت، تنتمناها تكون نالت اعجابكم. ما تبخلوش علينا بتعليقاتكم، وما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد
على القناة.